احجز حلقة تجريبية وشوف الفرق بنفسك. كل يوم في أكاديمية جديدة بتبدأ، بس القليل جدا اللي بيكمل ويخلي الناس تثق فيه، لأن النجاح في المجال ده مش بيبدأ من الميزانية ولا من شكل الإعلانات ولا حتى من المنصة اللي بيتعمل عليها. النجاح الحقيقي في أكاديميات تحفيظ القرآن بيعتمد على أعمدة أساسية. أول حاجة وهي الزاوية. الزاوية هي العدسة اللي بتخاطب قلب العميل قبل عقله. بدل ما تقول احفظ القرآن مع معلمين أزهريين، قول رجع الطمأنينة لقلبك اللي كان فاقدها. الزاوية الصح عمرها ما كانت إعلان، هي دعوة راقية توصل المعنى الروحاني اللي الناس بتدور عليه ومش لاقياه. تاني عمود معانا هو المحتوى الإبداعي. المحتوى مش الهدف منه انه يبيع، الهدف منه ان هو يأثر فعلا على العميل. الفيديو اللي بيخلي ام تبكي من فرحتها لانها شافت ابنها اول مره يقرأ القرآن وده عشناه فعلا، او شاب بيبدأ رحلته بعد ما كان فاقد الامل. كل اعلان لازم يحكي قصه حقيقيه مش مجرد عرض سعر او ميزه. تالت عمود معانا هو النظام التسويقي. الناس مش بتشتري من اول مره تشوف الاعلان بتاعك فيه، لكنها بتتأثر لما تشوف محتوى قيم بيعلمها حاجه، قصه حقيقيه عن تجربه نجاح، دعوه للتجربه المجانيه بدل العرض المباشر. النظام الصح عمره ما كان اعلان واحد، لكن رحله مقصوده توصل الشخص من التردد انه يقتنع علشان يشترك. الخلاصه اللي بيخلي اكاديميتك تنجح مش انها اونلاين او ازهريه، لكن انها تفهم الناس وتوصل رساله القرآن باحساس حقيقي. اللي يقدر يعمل ده مش بس بيكبر، ده كمان بيصنع اثر. اكيد بتسال نفسك ازاي اعمل خطه تسويق ذكي للاكاديميه بتاعتي. لازم تحدد كل حاجه قبل ما تبدا الاعلان الممول. واول حاجه المشكله الاساسيه. اغلب الاكاديميات بتسوق لنفسها بنفس الاسلوب التقليدي وما بتغيرش. اعلان بيقول اشترك الان او بيعرض الاسعار. النتيجه ان العملاء فاهمين ان انت بتبيع مباشر، مفيش اقناع، الحملات بتحرق الفلوس من غير عائد. تاني حاجه وهي سلوك العميل. زمان اي شخص كان يشوف اعلان عن تحفيظ القرآن يجري فورا انه يسجل. دلوقتي في 2025 شاف 100 اعلان شبهك، بقى عنده وعي وبيسال ليه اختار الاكاديميه بتاعتك. بقى محتاج اقناع عاطفي وفكري واجتماعي قبل ما يثق فيك ويدفع فلوس. الحل الحقيقي بقى مش في تغيير شكل الاعلان، لكن تغيير العمود الفقري لطريقه البيع نفسها. لازم تبني فانل وسيستم مبني على مراحل الوعي والاقناع. استخدم القصص بدل الكلام المباشر. قدم قيمه قبل ما تطلب التسجيل، زي مثلا ليه 90% من الطلاب بيوقفوا او بيفشلوا في حفظ القرآن، وغيرها كتير من القيم اللي ممكن نقدمها للناس. حاجه كمان مهمه لازم ناكد عليها وهي علم نفس العميل. اركز على التحول العاطفي والروحي، زي مثلا من طفل بيتلعثم لطفل بيقرأ بثقه قدام اهله والناس. حاجه كمان وهي العرض الغير مباشر. بدل ما تقول سعر الاشتراك كذا، قول احجز حلقه تجريبيه وشوف الفرق بنفسك. نقطه كمان وهي الاثبات الاجتماعي. خلي الناس تشوف نتائج حقيقيه، فيديوهات لامهات واباء بيحكوا تجربتهم معاكم، ارقام واحصائيات حقيقيه. دلوقتي انت عرفت ايه الاخطاء اللي انت بتعملها في الاكاديميه بتاعتك، ولو احتجت مساعده تواصل معانا دلوقتي. كمل معايا الفيديو التاني عشان تعرف ايه الحاجات اللي المفروض تعملها وايه الفانل والسيستم اللي هينجح الاكاديميه بتاعتك.